السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا ازاي ناخد صورة من جوه الشيربوينت ليست ونحطها جوه البادي بتاع الايميل. تعال بقى نشوف في الفيديو ده ازاي ناخد كذا صورة ونحطها جوه نفس الايميل. يلا بينا. هنكمل طبعا على الاوتوميشن اللي بدأنا فيه المرة اللي فاتت، ولو ما كنتش شفت الفيديو ده هيفرق معاك جدا انك تشوفه، لان انا يعتبر هعدل عليه. طيب لو انتوا فاكرين في الفيديو اللي فات احنا شفنا عملنا في الاول كومبوز وحولنا الصورة لبيس 64، وبعد كده رحنا لبيس 64 وحولناها ل HTML عشان نحطها جوه الايميل. الكيس بتاعتي دلوقتي مختلف، انا عاوز احط صورتين او اكتر من صورة بمعنى اصح. خليك معايا بقى في الخطوات دي. اولا بعد اول كومبوز هتعمل الاتي، هتقول له append to array variable، فانا هعمل array variable، وعشان اقدر ادي اسم للفاريبل ده لازم اطلع في الاول خالص واقول له initialize variable، وهسمي مثلا الفاريبل ده attached pictures، ونوعه array طبعا لان احنا عاوزين نعمل ايه. يعني ايه array اصلا؟ array يعني table، يعني كده الصورة الاولى تنزل في سطر والصورة اللي بعدها في سطر وهكذا يفضلوا ينزلوا ورا بعض، فانا هحط الصور جوه جدول، وهرجع تاني لappend to array variable وهلاقي اسم الفاريبل بتاعي موجود هنا، فهختاره وهحط الفاليو هي اللي جالي من الخطوة اللي قبلها الكومبوز، هي دي الفاليو اللي هاخدها معايا. وفي الحالة دي بقى أنا عاوز أغير بره الأبلاي تو إيتش، عايز أخرج منها الإيميل وعايز أخرج منها كومبوز، الاتنين دول أنا عايز أخرجهم. ليه؟ لأن أنا كومبوز دي هاخدها مش من الكومبوز ده، مش من اللي جاي من الخطوة دي، هاخدها من اللي جاي من الخطوة دي، وساعتها هلاقيها عادي جدا. بس أنا مش هاخدها زي ما هي، أنا هاخدها كفانكشن. ليه؟ لأن أنا عايز أكتب كده فانكشن جديدة اسمها variables، وفي سنجل كوتيشن هكتب اسم الاتاتشمنت او اسم سوري الفاريبل بتاعي attached pics، وبعد الايكويشن دي هقوم فاتح سكويرد براكت اللي هو ده وهكتب جواه زيرو. يعني ايه؟ يعني خد لي الصورة الاولانية، فهقول له add. تمام. بعد كده هقوم عامل ايه بقى؟ هقوم واخد كوبي من الكود ده كله واعمل كده واحط الكود ده بعده تاني، بس هاجي في الفاريبل ده وهقوم اغيرها واخلي الفاريبل ده يقرا الريكورد رقم واحد. فبالتالي انا عملت ايه؟ قلت له هات لي الصوره اللي في الريكورد رقم زيرو، وبعد كده حط لي بعدها الصوره اللي في ريكورد رقم واحد، ودول يتحطوا تحت بعض في الايميل. تعالوا بقى نجرب القصة دي ونشوف هتشتغل معانا ولا ايه اللي هيحصل. اللي سيفد وكله تمام، هرجع لباور ابس، هعمل ريست للفورم عشان تشتغل تاني، هحط كل الديتيلز اللي احنا متعودين عليها، وبعد كده هاجي هنا في الاتاتش فايل وهختار فايلين، مثلا الفايل ده والفايل ده الاتنين مع بعض، وهعمل لهم اوبن وهعمل سبميت ونشوف. كده الايميل جه وجات الصورتين وما عندناش مشكله، يعني صوره كبيره وصوره صغيره. موضوع الصوره بقى واحجام الصوره ده انا هسيبه لك تقدر تتحكم فيه من الكود بتاع ال HTML، بس الفكره ان احنا خدنا الصوره الاولانيه حولناها بيس 64 وحطيناها هنا، وبعد كده خدنا الصوره الثانيه حولناها بيس 64 ورجعناها وحطيناها تحتها على طول جوه البادي بتاع الايميل. كده بقى معاك لو كذا اتاتشمنت جوه الشير بوينت ليست بتاعتك او جوه باور ابس، تقدر تاخدهم كلهم وتحطهم في البادي بتاع الايميل، وبالتالي تقدر تعمل بيهم دوكيمنت. لو عايز تعمل بيهم دوكيمنت فال HTML ده تحوله ل PDF على سبيل المثال يتبعت على الايميل. كل الكلام ده هينفع معاك، بس دي اهم جزء في القصه بتاعت ان انا اخد صوره من الاتاتشمنت واطلعها بره الاتاتشمنت. دعوتك الحلوه وسلام.